رجل القش سيد عبد الحفيظ قال ايه؟ قال ولا 10 سوبر افريقي ولا 10 كونفدراليه يتساووا بدوري الابطال. والحقيقه دي من المرات القليله اللي وافق فيها على الكلام سيد عبد الحفيظ. اللي بكلامك ده يا سيد ده مقر ومعترف على رايه شبير ان المعايير اللي اتحسب على اساسها النقاط للقب نادي القرن الافريقي كانت ظالمه ومجحفه ظالمه ومجحفه للزمالك، وكانت مجامله للاهلي عشان ياخد اللقب. خلينا نشوف. واكمل اشبيليه اكثر فريق اخذ اليوروبا ليج. تقدر تقارن المدرب اشبيليه باي مدرب او مدرب زي انشيلوتي او جوارديولا وهم واخدين دوري الابطال؟ طبعا لا. وهنا انتهى كلام سيد عبد الحفيظ. بس انا حاسس اني سمعت الكلام ده من قبل كده من عفيفي لما كان بيرد في مناظره مع رجل القرن. رقم 3 في معايير اتحطت وبناء على الاهلي خد نادي القرن. انا عارف المعايير دي اللي قالت ان البطوله الاقوى في افريقيا والبطوله الاقل في افريقيا ياخدوا نفس النقط. ظلم فادح، بدليل ان كلنا عارفين مين اكتر فريق خد دوري ابطال اوروبا، ريال مدريد. حد يعرف مين اكتر فريق خد ابطال الكؤوس او كاس الاتحاد الافريقي؟ ما حدش يعرف. دي البطوله الاهم، دي البطوله الاهم، وتم التغاضي عن هذه البطوله الاهم وتم اعتبار ان هي والبطوله الاخرى ليهم نفس النقاط. ليه بقى تم الاعتقاد ده؟ لان الزمالك ساعتها، لان الاهلي كان ساعتها كان عنده 4 بطولات ابطال كؤوس، فده خدم الاهلي جدا بالصدفه طبعا. طبعا طول عمري مؤمن ان عفيفي معلوماته حاضره وعنده قدره كبيره في الاقناع، بس انه يغير راي رجل القش ده انجاز.